العاصمة من علن، شريط ساحلي بجمال وسحر طبيعي وبمقومات سياحية بدأت تظهر من خلال استثمارات ومخططات حيوية. فمنتزه الصابلات من المشاريع الناجحة التي تعززت بها الواجهة البحرية. بهذا المنتزه يجد السياح الراحة والسكينة، ويستمتع الزوار بألعابها ومرافقها العمومية. أما محبي الهدوء فتجدهم يتجولون على ضفاف شواطئها. بلاصة شابة هذه، محترمة، معمرة بالأمن، يعني ما نخافوش على أولادنا، ما نخافوش على روحنا، والحمد لله يا ربي. راهي يعني بلادنا راهي تتطور إن شاء الله، ونتمناو إن شاء الله المزيد. لا جيت مع العائلة، جينا من بوزكزة، بلاد بوزكزة قدارة، جينا لهنا نحوسوا على بلاصة شابة فاميليا، ما فيهاش حتى حاجة. الحمد لله بلاصة هايلة، فيها الأمن، فيها واش تسمى تشيل ولادك، فيها وين يلعبوا. الحمد لله بلاصة هايلة، كل الخير كاين الحمد لله. نلقى راحتي طري بيان، راني براسك طول لي جور راني نجي لهنايا. كاين شي بلايص صح هكا فيهم الالعاب هكذا، بس ما تريحش، بصح هنا تجي تريح، شغل نفسيتك تريح. ملبية أذواق كل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، أصبح هذا الفضاء الترفيهي قبلة الآلاف يومياً. لذلك كان لزاماً استكمال أشغال توسعة وتهيئة المنتزه بالجهة الغربية، الوسطى والشرقية. تحد كبير ورهان رفعه القائمون على هذا المشروع بتحويل مساحات من مياه البحر إلى أرضية تجسد عليها المرافق الجديدة على طول 4 كيلومترات ونصف، لتكون بداية التهيئة والتوسعة من الجهة الغربية. هذا الشطر الذي خصص لإنشاء شاطئ اصطناعي أصبح اليوم جاهزاً لاستقبال المصطفين. هذا المشروع يدخل من ضمن المخطط الاستراتيجي لولاية الجزائر، وهو من أهم المشاريع لولاية الجزائر. فهو يتفرع إلى 3 فروع. الجهة الغربية التي سلمت اكتملت 100%. قمنا بإشغال مكسرة أمواج على طول 400 متر وتهيئة شاطئ اصطناعي يقدر يستقطب حتى 500 شخص يومياً. كما قمنا بإشغال مرافق مثل الحماية المدنية، مرشات، بحيث أن الزائر عندما يأتي إلى هذه المنطقة يكون مرتاح، عنده كل شيء. بعد انتهاء الأشغال بالجهة الغربية تستمر عملية التهيئة بالجهة الوسطى والشرقية، حيث تم إنشاء ميناء بحري خاص بالسفن والقوارب السياحية التي سيستمتع المسافرون فيها بجولات على طول خليج العاصمة. هذا الميناء خاص باش تكون مركبة للمسافرين
الخط يروح حتى لعيد بنيان وحتى لتمنفوس. هذا زدنا احنا في التكمله تاع المشروع هذا زدنا رصيف يقدر يستقطب حتى 100 سفن صغيره، سفن نزهه خاصه. كذلك هناك فضاءات خضراء باش الناس كذلك تجي، اللي يجي ويقعد يصيب راحه ديالو. من ضمن الاشغال في هذه المرحله توصيل المسالك مياه الامطار وتوسعتها لكي نستطيع من اكتمال التهيئه في موقع الصابلات. أشغال تعرف تقدما ملحوظا بفضل هذه الكفاءات الجزائرية التي تعمل يوميا لضمان الجودة والنوعية في الإنجاز. قمنا بتسخير مواد بشرية معتبرة تقدر ب 150 عامل حاليا يشتغلون بالمشروع، بالإضافة إلى إمكانيات مادية معتبرة أيضا تتمثل برافعات، حفارات آلية، شاحنات، وهذا لإنجاز المشروع في الآجال المحددة. كل مرحلة من مخطط إنجاز هذا المشروع يخضع لمراقبة تقنية ومعاينة دقيقة وفق معايير دولية معترف بها. ومختبر الدراسات البحرية من الآليات التي تسهر على ضمان هذه المراقبة والمعاينة. مختبر الدراسات البحرية يقوم بالمعاينة والمتابعة التقنية للمشروع وفقا لدفتر الشروط والمخططات الهندسية. وباش نديروا هذه المعاينة والمراقبة التقنية دون دي بون كونديسيون لازم تكون عندنا موارد بشرية من غطاسين ومهندسي أشغال وتقنيين سامين. فار اكزومبل، يعني المثال احنا نخدموا على ضفة البحر، نسحقوا غطاس باش يدير المتابعه والمعاينه التقنيه للانجاز تحت النيفو تاع البحر. التقني توبوغرافي يدير لنا المعاينه والمتابعه التقنيه للاشكال الهندسيه في المشروع وفقا للمخططات، والتقني سامي ومهندس الاشغال يتابعوا الاشغال دون مانيير جينيرال، يعني بصفه عامه. المخبر المركزي للأشغال العمومية هو المكلف بمراقبة جودة مواد البناء في 3 مجالات في هذا المشروع: مجال الخرسانة، المواد المستعملة في الخرسانة، وكذا في مجال الجيوتقنية، وكذا أعمال تعبيد الطريق والزفت إلى آخره. فهذه المراقبة تتم وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال. وفي كل مجال عندنا فرقة متخصصة ومكلفة بالمراقبة في مراقبة الأشغال ومواد المستعملة في البناء. فهذه المراقبة تندار على طرفين: كاين مراقبة تندار في المشروع بالذات، وكاين مراقبة تندار عندنا في المخبر المركزي للأشغال العمومية. يعني كاين ليزيسي يعني نقوم بهم حتى نشوفوا أن هذه المواد تترقى وتكون مطابقة لدفتر الشروط والمعايير المعمول بها في المشروع. تستمر الجهود لاستكمال هذا المشروع الحيوي في الآجال المحددة، ف70% من هذا المشروع تمت تهيئتها ليبقى ما يقارب 30% طور الإنجاز.
استثمار بأبعاد وآفاق كبيرة يعول عليه كمشروع سياحي مهم يندرج ضمن المخطط الأزرق لتزيين الواجهة البحرية للعاصمة.